عايز ابتدي كلامي الاول ان انا احيي الشباب اللي فكروا في الفكره بتاعه التمرد، وان هو ده الابداع الحقيقي، وده اللي هياكد ان الثوره المصريه ما انهزمتش ومش ممكن تنهزم. الثوره اللي قامت ضد الاستبداد وضد الظلم وضد الفساد طول الوقت هتطور الياتها وطول الوقت هتطور الاشكال اللي فيها. واذا كانوا الناس اللي بيدوروا الشؤون العامه للبلاد دلوقتي، سواء كانوا الاخوان المسلمين او قبل كده مبارك او اللي هيجي بعديهم، متصورين انه بان هم يشوهوا صوره الثوره او يحاولوا يقضوا على الزخم الجماهيري الموجود، او يحاولوا يقطعوا كل الصلات اللي ما بين القيادات بتاعه الحركه الوطنيه والشباب اللي موجودين على الارض، او ان هم يصوروا للمواطنين المصريين انه سبب المشاكل اللي موجوده دلوقتي المعارضه المصريه. النهارده الشباب بتوع حركه التمرد بيعملوا احياء حي للثوره المصريه مره ثانيه. احنا كنا دايما بنتكلم عن الموجه الثانيه من الثوره واحياء الثوره المصريه والصدمات الكتيره اللي خدتها اللي دخلت فيها الموجات من الثوره. انا رايي انه الاحياء الحقيقي لثوره 25 يناير بعد وصول جماعه الاخوان المسلمين للسلطه هو دي. اذا كانت جبهه الانقاذ الوطني او مجموعه من الاحزاب الوطنيه بتقدم بديل سياسي من وجهه نظرها لجماعه الاخوان المسلمين لعموم المواطنين المصريين، في حركه تمرد بتخرج الحركه الثوريه اللي موجوده اللي عامله زخم في الشارع واللي داخله في اضرابات وتظاهرات واعتصامات مع جماعه الاخوان المسلمين، ومن قبلها المجلس العسكري من مأزق اللي كان بيقول انه الناس ابتدت تقل في المظاهرات وتقل في الاضرابات وتقل في الاعتصامات. والحقيقه انه حجم التشويه اللي شوهته جماعه الاخوان المسلمين للاضرابات والتظاهرات والاعتصامات ودخول مجموعه من العناصر من وجهه نظري انا ان هي موجهه من قبل اشخاص مش عايزين الصوره بتاعت الثوره تبقى الصوره السلميه بتاعتها اللي الناس كانت حباها، قدروا ونجحوا جماعه الاخوان المسلمين ونجحوا مجموعه من وسائل الاعلام اللي تابعه ليهم ان هم يكرهوا المواطنين المصريين في التظاهرات وفي الاضرابات. وقدرت جماعه الاخوان المسلمين وقدرت وزاره داخليتهم وقدر النائب العام بتاعهم ان هم يحولوا عدد كبير من الشباب الثوريين للنيابات وينكلوا بيهم ويقبضوا عليهم ويمارسوا ضدهم العنف ويشوهوا صورتهم عند الناس. من هنا تيجي ذكاء حركه تمرد، ان هي رجعت تاني السلميه بتاعت الثوره، رجعت تاني تعاطف المواطنين المصريين من عليها، رجعت تاني فكره ان قد ايه المواطن يقدر يشارك في عمل هو بيرفض فيه الاستبداد او بيرفض الطريقه اللي جماعه الاخوان المسلمين بتشارك فيها في صنع القرار واتخاذه في الحكم لطريقه تانيه مختلفه. المواطن هنا شايف في طريقه سلميه بيقدر يشارك فيها. المواطن اللي طحنت اكله العيش والمستوى المعيشي اللي هو بيجري وراه والزهق ليه من الزخم الثوري او من الحاله الثوريه والهجمه الشرسه اللي معموله على الحركه الثوريه، بتقول ان هو يقدر يشارك بطريقه مختلفه. وانا عايز اقول للشباب ان هم نجحوا في ان هم يرجعوا تاني الحاله الثوريه لزخم الثوري تاني، رجعوا تاني نقولوا للشباب ان في امل تاني مختلف في مواجهه جماعه الاخوان المسلمين. نجحوا في فكره ان هم يقولوا للمواطنين المصريين ان في طريق هم ممكن يمشوا فيه، الطريق السلمي ده في مواجهه استبداد وفساد جماعه الاخوان المسلمين. وانا واثق انه الهجمه الشديده اللي على حركه التمرد دي والشعور جماعه الاخوان المسلمين بالقلق منها وانصارها، والدليل على كده ان هم بيهاجموها في كل حته وبيقولوا ان هي خروج على الشرعيه وان هم خايفين منها وقلقانين منها. وعندي شعور انه التتويج اللي هيحصل لتمرد هو فكره انه يتم الاعداد الجيد للتظاهره بتاعت يوم 30/6 ونقول فيها للناس بشكل واضح وصريح ان احنا هنحافظ على سلميه التظاهرات يوميها، ان احنا مش هنعتصم، ان احنا مش هنخرب في المنشآت، وان اي تخريب او اي حاجات بالشكل ده مش مسؤوليتنا، هي مسؤوليه اشخاص مدسوسين علينا. وانه انا واثق ان يوم 30/6 ده هيكون يوم تاني لاحياء الثوره المصريه بغض النظر عن نتيجته هتبقى عامله ازاي. وعايز اقول للشباب في حركه تمرد وشباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان كل مقرات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مفتوحه لحركه تمرد. احنا بنرحب بكل الانشطه اللي موجوده فيها، واحنا الحقيقه موقفنا من حركه تمرد واضح وصريح ان احنا بنشجع الحمله، بس الحقيقه مش عايزين نكون شركاء اساسيين فيها عشان ما نعملش عائق على الشباب اللي موجودين فيها، وعلشان ما نسبقش السابقه الحزبيه عليها فده يعطلها اكتر عند المواطنين ويحسوا ان هي معموله من احزاب، وخاصه ان جبهه الانقاذ اللي احنا جزء منها بتشتغل شغل تاني وان الحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي بتشتغل شغل تاني. اخيرا عايز اقول للشباب بتوع حركه التمرد الشباب اللي موجودين في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اذا كان في امل في البلد دي، اذا كان في امل ان احنا نخلص من الاستبداد اللي موجود دلوقتي، اذا كان في امل ان احنا في موجه ثانيه من الثوره
هتقدر يعني تنقذ الثوره من الثوره المضاده الحقيقيه اللي عملتها جماعه الاخوان المسلمين واللي وصلوهم للحكم، هو الامل في الشباب بتوع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وشباب كل الاحزاب اللي موجودين وشباب حركه التمرد. وبدعوهم انه دايما يكون في صلات ما بينهم وما بين الاحزاب، وارجوهم ان هم يبطلوا حكايه قطع الوصل ما بينهم وما بين الاجيال الثانيه، وما يحكموش احكام متسرعه، وان في اشكال متعدده للنضال، من اول ان في مواطن قدرته انه يحط بروش في الجاكيت بتاعه، لمواطن ثاني مجرد عايز ينضم للحزب، لمواطن يقدر يقدم تبرعات ماليه، لمواطن عايز ينزل الانتخابات ويصوت فيها، لمواطن يقدر ينزل في التظاهرات والاضرابات والاعتصامات.